الانمي بتاعنا بيبدأ في فترة الدول المتحاربة اللي كل دولة كانت بتحارب فيها علشان تثبت قوتها، ومن ضمن الدول دي كان في دولة جريئة أعلنت عن طموحها وقتها للعالم كله، بس اللي عملوه ده كان ليه تأثير كبير جدا عليهم. والمملكة دي مملكة تشين تحت حكم الملك تشين، واللي كان عندهم حلم كبير وهو إنهم يحققوا انتصار عظيم في الأرض اللي مليانة تنافس وحروب. ولكن علشان يقدروا يوصلوا للهدف ده كان محتاج حاجة واحدة بس، كانوا محتاجين جيش قوي وقتها مش بيشمل بس المحاربين الأقوياء، لا ده كمان الناس اللي عندها مهارات خاصة في مجالات مختلفة. وفي اجتماع مع قادة دولته وقتها الملك تشين طلب منهم حاجة غريبة ساعتها واتكلم وقال: خلوا أبواب دولتنا دايما مفتوحة لكل واحد عنده مهارة أو قوة خاصة، سواء كان شاعر أو مقاتل أو حتى في مجالات تانية، احنا محتاجين كل المواهب علشان نقدر نحقق طموحنا. ودي يعتبر كانت بداية التغيير، لأن بسبب الفكرة دي قدرت مملكة تشين إن هي تجذب أفضل المواهب من كل مكان. ومع مرور الوقت بدأوا إن هم يتفوقوا في الحروب بشكل مبهر ومختلف، وأصبح كل من يمتلك مهارة أو قوة معينة بيجي علشان ينضم ليهم من آخر الدنيا. وبدأت مملكة تشين توحد الممالك المجاورة ليها تحت الراية بتاعتها، وده خلق أمر كبير جدا بين الجنود والشعب، وكانوا بادئين يشعروا إن الإمبراطورية العظيمة دي هتبقى حقيقة مش مجرد حلم وخلاص. بننتقل بعد كده لقرية يونجو، وهناك بنتعرف على تشاو اللي كان قاعد جنب القبر بتاع أمه، وكان وقتها في حالة انهيار، ومر 17 سنة على وجوده في الدول المتحاربة، ومن ساعة ما اتولد ما شافش أبوه لحد دلوقتي، والنهاردة أمه ماتت، وده زود عليه الحزن بشكل كبير جدا. ومع ذلك كان عنده طموح كبير عايز ان هو يحققه في الحياة، وكان عارف وقتها شيو متأكد ان هو لازم ينضم لجيش القير علشان يحقق حلمه. بنشوفه لما كان بيجهز حاجته علشان يمشي، وساعتها كان بيفكر مع نفسه وبيقول: دولة تشين دي هتكون قوية جدا وهتقدر تدمر الممالك الستة اللي حواليها في المستقبل. وده خلاه حاسس وقتها ان دي فرصة كبيرة لازم يستغلها في اسرع وقت ممكن. ولكن قبل ما يطلع من المكان اللي هو فيه، حبيبته دخلت عليه وقطعت تفكيره وقالت له: هو انت رايح فين وسايبني؟ البنت كانت خايفة وقتها وقالت انه اللي هو بيعمله ده خطر كبير جدا عليه، ولكن هو طمنها وقتها، كان مصمم ان هو يمشي علشان يبدأ مشواره المهني هناك، وانه لما ينجح ويحقق اللي هو عايزه هيرتفع منصبه وهيرجع تاني علشان يتجوزها. وساعتها بيديها نص قلاده من معاه وهي بتديله النص التاني. الحزن كان مالي عينيهم وودعوا بعض وقتها، وابتدى شياو رحلته. وفجأة ظهرت له نافذة النظام لنظام مكافأة التجنيد، وادت له وقتها مكافأة التجنيد وكمان معاه مهمة جديدة، ولو خلص المهمة بتاعته الجديدة اللي هو عطاها له دي هيكون في مكافآت كبيرة ضخمة جدا غير اللي هو خدها. وفرح وقتها اول ما بيشوف النظام اخيرا شغال بعد كل السنين اللي انتظر فيها دي، ووقتها بيقرر يوافق من غير ما يفكر حتى، وبياخد منه المهمة. واول مكافأة كانت بالنسبة له كانت تعليم اساسيات مبارزة السيف وتقوية قوته الداخلية. والنظام عرفه وقتها ان هو كل ما يقتل اعداء هيحصل على نقاط خبرة اكتر واكتر، ولما يحصل على النقاط دي هتزيد من قوته وهيبقى اقوى محارب مع الوقت. ودي يعتبر كانت بداية رحلة جديدة لشياو وهتغير حياته تماما. وبعد كده بنشوف الجنود المسؤولين عن استلام المجندين لما وصلوا للمكان اخيرا، وبنعرف ان القائد بتاعهم كان قوي جدا وكان اسمه وانجا. اول ما بيوصلوا القرية دي راح على طول لشيخ القرية علشان يستلموا منه المجندين، بس بيستغربوا اول ما بيعرفوا ان اعداد المجندين هم 10 افراد وبس، وكان طبعا بطلنا شياو واحد منهم. وانجا اعلنهم رسميا في هذه اللحظة ان هم جنود في الخدمة الدولية، ودي كانت يعتبر اول خطوة لبطلنا تشاو في طريق النجاح وتحقيق حلمه. ولما اخيرا وصلوا مكان التجنيد، وانجا بدأ يتكلم معاهم ويشرح لهم فئات الجنود اللي موجودين في الجيش. تشاو وقتها كان قلقان، وكل اللي شاغل تفكيره ان هو يكون مجرد جندي عادي في الجيش كده وخلاص، لان هو طبعا طموحه اكبر من كده بكتير وعايز منصبه يكون عالي، وكان شايف نفسه وقتها ان هو في منصب كبير وبقوه عظيمه، وده كان هدفه الحقيقي. وبعد كده وانج بيخلص كلامه وساعتها وجههم لمكان بيقال عليه حق الدخان، وكانوا رايحين لحد هناك علشان يقابلوا الجنرال. وبالفعل اول ما بيظهر الجنرال ده بنشوف شخصيته قويه جدا، وساعتها بالفعل بيأكد كلامنا ده وبيتكلم معاهم بكل ثقه وبيقول لهم: انا الاقوى في العالم ومفيش اي منافس بالنسبه لي. وساعتها طمنهم وقال لهم ان هم في المكان الصح ومحدش يقلق ابدا، وان هم لازم يكونوا مستعدين علشان هيبداوا شهر كامل من التدريب المكثف في المعسكر، وان كمان المدربين الجداد هم اللي هيمسكوا تدريبهم بعد كده. تشاو لاحظ ان معامله الجنرال ده بالرغم ان هو قوي للجنود كانت محترمه جدا، وده يعتبر خلى عنده امل كبير ان هو يلاقي فرصته في الجيش ده بالاحترام اللي هو شايفه. بدا يفكر في خطه الجيش وقتها، وقال لنفسه ان في 20 خطه هجوم محتمله لجيش تشين. الجزء الاول من الهجوم ده ممكن يدي فرصه كبيره للجنود ان هم يترقوا بسهوله. تشاو وقتها كان فرحان والطموح كان باين في نظراته، ومش ناوي ابدا ان هو يفضل في المكان ده، وهدفه ان كل خطوه تكون بدايه لقوه اكبر ومنصب اعلى. بعد شويه واحد من الجنود بيساله عن الفرع اللي عايز ينضم ليه في الجيش، يا ترى هو ايه؟ ساعتها بطلنا تشاو فضل يفكر مع نفسه في الموضوع بجديه، وقرر ان هو يروح للجنرال بشجاعته. ووقتها ساله اذا كان ينفع
ينفع ينضم لحرس الحدود؟ هل هيقدر يشارك في الحرب وهو لسه جندي مستجد ولا لا؟ الجنرال وقتها كان بيسمع منه الكلام وكان مستغرب جدا من جرأة الولد المستجد ده، وسأله وقتها فعلا يا ترى انت عايز تكون مع حرس الحدود بالفعل؟ تشاو بالفعل بيأكد كلامه، وبنعرف ان المعروف عن حرس الحدود ده ان هو من اخطر الفئات اللي موجودة في الجيش كله، وده طبعا خلى باقي الجنود مش مصدقين اللي هما بيسمعوه، كانوا مندهشين جدا بيبصوا لتشاو باستغراب، وكانوا بيقولوا وقتها يا ترى هو عايز يموت نفسه ولا ايه؟ لان مفيش اي حد عاقل بيقدر ان هو يختار الفئة دي وكلهم بيهربوا منها. الجنرال اول ما بيسمع الكلام بتاعه ساعتها سأله عن اسمه، وبطلنا تشاو ما ترددش وجاوب بكل ثقة وقتها. الجنرال كان معجب بيه وقال له ان هو يشوف الوضع اول، وطلب منه ان هو يستنى شوية لحد ما ياخد القرار، ولكن بالنسبة لبطلنا تشاو دي كانت فرصته الذهبية، وكان حاسس ان هو لازم يستغلها باي شكل من الاشكال. ولما جه ميعاد النوم والكل كان رايح ينام، قرر بطلنا تشاو ان هو مش لازم يضيع وقت ابدا، وبدأ يتدرب وقتها بجدية علشان يحسن من قوته. وهو في نص التمرين كان بيفكر مع نفسه وبيقول ان تقنيات الزراعة دي ممكن تزود من قوته وسحري. وبالفعل ساعتها ما عداش دقيقة وظهرت له شاشة النظام مرة تانية، ولقى ان قوته زادت بنسبة 20%. كان فرحان جدا وقتها ما كانش مصدق نفسه، ودخل لا يشعر بالحماس اكتر واكتر. وفي نفس اللحظة اللي هو بيتمرن فيها كان في صوت غريب جدا وحركة جنب أوضة تشاو، وبنشوف الجنود الكتيرة اللي كانوا بره ومتقدمين نحوه. تشاو بالفعل ساعتها سرعة البداهة عنده كانت عالية، وحس بيهم وصح اصحابه كلهم وعرفهم وقتها باللي بيحصل، وان في ناس غريبة جاية بره وسمع صوتهم وطلب منهم يصحوا باقي الجنود وقتها كانت قلقانة جدا، ولكن صحوا بعض وبالفعل بدأوا ان هم يتحركوا اخيرا. بدأوا يتحركوا ولكن بخوف، وكانوا متوترين كلهم، ولكن بطلنا تشاو كان مختلف عنهم تماما وما كانش خايف ابدا، وفي دماغه ان ده حاجة طبيعية يعني، وان اليوم الاول للمجندين المستجدين عمره ما يعدي بسهولة كده، لازم يواجهوا خطورة. وتشاو وقتها كان فاهم ان الجنود المستجدين لو أدوا كويس ممكن يوصلوا ل5 مناصب عسكرية مرة واحدة، وعلشان كده المحاربين القدام كانوا عايزين ان هم يدمروا المستجدين دول ويعلموهم درس من اول يوم ليهم علشان ما يعلوش عليهم. وبالرغم من الخطورة اللي بتحصل دي، ولكن بطلنا ما كانش خايف ابدا، ولكن كان فرحان جدا ان هم جم علشان يعلمهم درس عمرهم ما ينسوه هم، ويعلم عليهم من الاول كده، لانه من الاول كان اصلا عايز يجرب اسلوب الزراعة بتاعه الجديد في اي حد. بعدها بنشوف الجنود القديمة بالفعل لما تسللوا لأوضة تشاو ودخلوها فعلا، وكلهم كانوا واثقين من نفسهم وقتها مش خايفين، وعارفين ان هم يقدروا يسيطروا عليهم بسهولة لانهم بالنسبة لهم شوية مستجدين. ولكن اللي حصل عكس كده، تشاو وقف قدامهم بكل شجاعة وبدأ ان هو يتصدى لهم بقوته، وكان بيقول لهم اللي هيقرب من هنا ولا يبص بس الواحد من اللي معايا انا هخلص عليه صدقوني. الجنود القديمة كانوا مستغربين وقتها جدا، وبيقولوا ازاي ولد مستجد زي ده عنده القوة دي كلها وقادر ان هو يقف قدامنا، وازاي مش خايف مننا؟ ده الناس كلها بتعمل لنا الف حساب هنا. وكان واضح ان هو مش بس بيدافع عن نفسه، لا ده كان باين ان هو متدرب من زمان قوي وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا، لدرجة ان كل ضربة كانت بتطلع من تشاو وقتها كانت بتبين ان هو مش مجرد جندي عادي. والجنود القديمة وقتها حسوا ان هم قدام حد مختلف تماما وعنده مهارات هو مخبيها، وساعتها بدأت تظهر عليهم ملامح الدهشة وهم مش مصدقين حرفيا اللي هم بيشوفوه. بطلنا تشاو ابن الذكية كان مركز بقى وقتها جدا، وعارف ان دي فرصته علشان يثبت نفسه قدام الكل. واقف بيقاتل معاهم بكل شجاعة وبيقول لهم صدقوني انا هندمكم على اليوم اللي انتوا فكرتوا فيه تعملوا كده. وفي اللحظة دي الجندي كان بيوجه كلامه لتشاو هو واصحابه، وبيقول لهم انت ازاي تجرؤوا وتضربوا واحد من المحاربين القدامى؟ ولكن تشاو وقتها بيبدأ يحاوطوا هو واصحابه وبيهجموا عليه بعنف كبير. الجنود الحراس حسوا ان في حاجة غريبة بتحصل في السكن وقتها، وبدأوا ساعتها ان هم يسألوا الجندي، والجندي وضح لهم ان الجنود القدامى بالفعل راحوا للمستجدين، ودي حاجة معروفة من زمان جدا بين الجنود ان هم ما بيطيقوش اي حد مستجد. الحارس كان متعصب جدا وقتها وقال ان الجنود القديمة دي ما اهتموش بالامر، وقرر وقتها يجمع كل الجنود. وكان الحارس متفاجئ جدا اول ما عرف ان الطلاب القديمة هي اللي مضروبة. المرة دي مختلفة تماما عن اي مرة فاتت، كان العكس هو اللي بيحصل. كل الطلاب كانوا بيشمتوا في الجندي اللي هجم على بطلنا تشاو، وكانوا بيقولوا ان ده الافضل ليه. وفي اللحظة دي واحد من الجنود كان متعصب وسأل مين اللي عامل العملة دي، وتشاو ساعتها تقدم بكل ثقة ووقف قدامه وقال له انا اللي عملت كده يا باشا. اول ما بيتقدم كده الحراس بيعرفوه بيقولوا له انت الجندي اللي تطوعت وكنت عايز تكون من حرس الحدود. وبالفعل تشاو بيأكد كلامهم ده وبيقول لهم ايوه انا الجندي اللي انتوا قصدكوا عليه. الحارس ساعتها هدى الموضوع وطلب من تشاو ان هو يحكي له كل حاجة حصلت، وبالفعل بطلنا تشاو ما بيكذبش خبر وبدأ يحكي له كل حاجة حصلت بالتفصيل. الحارس اتفاجئ ساعتها ان تشاو ده اول واحد في المعسكر يقدر يقاوم هجمات الجنود القديمة، وكان مبهور حرفيا ببطلنا تشاو وقال له ان هو هيترقى النهارده قبل بكره. ودي كانت اول مرة تحصل في المعسكر كله من ساعة ما تم انشاؤه. المفروض بطلنا تشاو يكون فرحان، ولكن الحارس لاحظ ان هو مش متفاعل مع الترقية دي ولا فرحان بيها، فسأله وقتها عن السبب وقال له يا ترى انت مش عايز تكون قائد لباقي زمايلك الجداد؟
بطلنا تشاو ابن العنادية رد عليه وقال له بكل ثقة ان هو مش مهتم بمنصب عسكري ابدا، لان لو في 5 مجندين في الخيمة بتاعته في المعسكر التدريبي فمش هيقدموا له اي حاجة. كل الجنود زمايل بطلنا كانوا في حالة صدمة حرفيا منه، لكن الحارس بقى زاد اعجابه اكتر واكتر ببطلنا اول ما قال له الجملتين دول. وفي نفس اللحظة مساعد الحارس ده نصح بطلنا تشاو ان هو ما يكونش مغرور ويتعامل مع الموقف بشكل افضل من كده. بطلنا تشاو ساعتها رد عليه وقال له انا مش عايز اكون حارس على 5 جنود بس يا باشا، انا طموحي اكبر من كده بكتير وعايز اكون الجنرال. والحارس ده قال له ان هو هيديله فرصة النهارده يختار واحد من الجنرالات اللي هو بيحبها، ووعده ان هو هناك هيترقى لمنصب اعلى. دو ساعتها قال له ان المنافسة هتكون مع 10 طلاب لوحده، ولو قدر يفوز في المنافسة دي هيكون قائد لعشيرة من عشائر الطلاب واللي هم كانوا اصحابه اصلا في القرية. وعلى الجانب التاني الطلاب كانوا مستغربين جدا من جرأة بطلنا تشاو وبدأوا يتكلموا عنه ووصفوه ان هو مغرور. واحد من اصحاب تشاو كان خايف عليه وقرر ان هو يروح له ويطلب منه يعتذر لقائد دو، ولكن تشاو ابن العنادية اصر على موقفه ورفض الاعتذار تماما وقال له انا مش هعمل كده. وثم من بعد كده بدأت المنافسة بينه وبين ال10 طلاب وكلهم كانوا مستعدين للتحدي. وفي بداية المنافسة دي اقترح بعض الطلاب ان هم يهاجموا واحد ورا التاني علشان تشاو يقدر يهاجمهم بسهولة، وطبعا كانوا فاكرين ان هو مش هيقدر يقاوم قدامهم. فبطلنا تشاو رفض الفكرة دي تماما وقال لهم ساعتها ما فيش داعي ان هم يعملوا كده ويتحدوا كلهم يهاجموا مرة واحدة. وبالفعل كانوا بيستعدوا علشان يبدأوا، والقائد دو كان بيراقب الموقف من بعيد. وبالفعل بيبدأ اول واحد من الجنود ان هو يهاجم بطلنا تشاو، ولكن بطلنا تشاو قدر بسهولة جدا ان هو يصد الضربة بتاعته. باقي الجنود بتتضايق وبيبدأوا يهجموا عليه 3 من الجنود ورا بعض. كانوا فاكرين ان هم كده يقدروا يخلصوا عليه، ولكن بطلنا تشاو قدر يتصدى ليهم كلهم. والمفاجأة الكبيرة لدو والجميع الطلاب ان هو قدر يهزم ال10 طلاب دول في وقت قياسي جدا، لدرجة ان كل الموجودين كانوا في حالة من الدهشة ومش قادرين يصدقوا لحد دلوقتي. ومساعد الحارس دو وقتها اعترف ان بطلنا تشاو قوي جدا وهو لا يقهر ابدا، وان هو اثبت نفسه كويس قوي في المعركة. وبعد القتال اللي حصل ده بطلنا تشاو راح علشان يساعد كل الطلاب اللي قدر يهزمهم، وكانوا وقتها معجبين ببطلنا وعندهم فضول كبير قوي يعرفوا التقنيات اللي هو استخدمها. الحارس دو ساعتها كان منبهر ببطلنا هو كمان، واكد له ان الوعد اللي وعده له لسه ما اتغيرش ابدا. وفي نفس اليوم ده اعلنوا ان بطلنا تشاو هيتعين في منصب القائد داي، وطلبوا من كل الطلاب اللي موجودين يهتفوا باسمه وقتها واحتفلوا بيه. وفي نفس اللحظه ظهرت نافذه النظام قدام بطلنا واكدت له ان هو نجح في المهمه بالفعل وتم تعيينه قائد، والمكافآت بتاعته اللي هو حصل عليها علشان المهمه دي كانت الترقيه للمستوى الرابع. ومش بس كده، كان معاه مكافآت كتير ثمينه، لدرجه ان بطلنا تشاو حس وقتها ان النظام بيديله مكافآت كتيره هو ما يستحقهاش اصلا، ولكن ابتدى يدرك وقتها ان كل ما زادت قوته ومكافآته هتكون اكتر واكتر وهيحصل على اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت على الجانب الاخر كان في شخص بيقدم تقرير لمعسكر يونج وبيتكلم فيه عن قرار مينج بخصوص بطلنا تشاو، وبيقول ان هو شخص مثير للاهتمام. وبعد ما عدت فتره قصيره على تشاو في المعسكر ده الدنيا اتغيرت هناك تماما. في اليوم اللي اعلن فيه الجنرال عن رسالته للملك تشين، وكان واضح ان المعسكر داخل كله على مرحله جديده. الملك وقتها كان بيقول في الرساله بتاعته ان العالم في حاله فوضى كبيره جدا، وان الحروب اللي شغاله دلوقتي ادت لقتل عدد مهول من المدنيين بطريقه مأساويه. والملك وقتها كان هدفه ان هو يرجع السلام للعالم مره تانية، وده خلى وقتها كل يحس ان قدامهم مهمه كبيره وكانوا حاسين بالمسؤوليه بالفعل. واحد من الجنود وقتها كان بيسأل صاحبه اذا كان فعلا هيروح للحرب دلوقتي ولا لا، ولكن صاحبه رد عليه رد مليان استغراب كله، ما كانش فاهم اي حاجه منه. لما قال له ان في فتره تدريب لسه المفروض ان هي تكمل الاول، ولو ما كملتش ازاي هنكون جاهزين اصلا لحرب قويه زي دي. ولكن بقى عكس كده بطلنا تشاو الفتره اللي فاتت دي كانت كافيه ان هي تخليه مختلف تماما عن اول يوم وصل في المعسكر. مستواه ارتفع بشكل كبير جدا وقوته زادت عن الاول بكتير، لدرجه ان هو كان حاسس ان هو جاهز يدخل اي حرب مهما كانت صعوبتها وهيقدر يفوز فيها بنجاح. والجنرال وقتها اكد للجميع ان ساحه المعركه هي افضل مكان يتدربوا فيه دلوقتي، ولازم يتدربوا كويس قوي علشان الحرب دي قويه وما ينفعش يدخلوها وهم اي كلام مش متدربين. وبدون اي تفكير بالفعل الجنود بدات تتحرك علشان يحققوا هدفهم. وبنعرف ان المعركه الجايه مع كوريا وهي الدوله اللي شافوها الاضعف في الوقت الحالي، كل خطوه وقتها كانوا بياخدوها كانت بتقربهم اكتر واكتر من المواجهه، وكل واحد فيهم كان شايل جواه خليط من الحماس والخوف. وتشاو وقتها كان ماشي وسطهم ومش خايف من اي حاجه، وكان مستعد ان هو يثبت نفسه ومستعد ان هو يدخل المعركه اللي ممكن تكون البدايه الحقيقيه لقصته. وفي الطريق للحدود الكوريه الجو ساعتها كان مليان توتر والدنيا مش تمام ابدا، كل خطوه بيخطوها كانت بتقربهم اكتر واكتر لساحه القتال. والجنرال دو وقتها كان ماشي قدامهم وكان بيبص لكل واحد فيهم وبيحذرهم بجديه ومن خطوره الموقف، وقال لهم ان المعركه دي ما بتفرقش بين جند قديم او جند جديد، حتى
الكل بيكون نفس المستوى، لكن مفيش اي مجال للضعيف او التراجع خالص. وكملوا رحلتهم وقتها مع اقترابهم من جيش العدو، واحد من الجنود الكوريين لمحهم من بعيد، وملامح الخوف وقتها اول ما بيشوف الجيش ده ظهرت على وشه، ومن غير اي تفكير طلع يجري بسرعه علشان يبلغ القائد باللي هو شافه ويحذر باقي الجنود. القائد وقتها فهم ان الموضوع مش خطير ابدا ومش مجرد هزار، وبدا يجهز جيشه بالكامل للمواجهه. واخيرا وصلوا لعندهم هناك، والمعركه بدات بشكل عنيف جدا. وقتها اصوات السيوف والدروع كانت مرعبه وكانت ماليه المكان كله، وصرخات الجنود كانت بتسمع في كل اتجاه. تشاو كان مختلف تماما وسطهم، لان مهاراته كانت كويسه قوي، عارف يستخدم ذكائه وكان عارف بيعمل ايه، وقدر في وقت قليل ان هو يقتل عدد كبير جدا من الجنود الكوريين بسرعه رهيبه. قوته وقتها كانت ظاهره قدام الكل، وكان واضح ان هو مش زي اي جندي عادي كده وخلاص، لدرجه ان القائد الكوري لاحظ قوه بطلنا تشاو من وسط المعركه ومن وسط الناس الكتيره دي، وكان خايف من وجوده جدا وقتها، وادرك ان هو مصدر تهديد كبير جدا للجيش بتاعه. وعلى طول امر مجموعه من افضل الجنود ان هم يهاجموه ويتخلصوا منه في اسرع وقت ممكن قبل ما يسبب لهم مشاكل. ولكن بطلنا تشاو بخبرته اللي كسبها في الفتره الاخيره دي والتدريبات اللي هو عاملها قدر يواجههم بكل سهوله. فضل يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما موتهم كلهم بالفعل. وبعد ما بطلنا تشاو قدر يخلص عليهم بكل سهوله، رجع وقتها على باقي الجنود مره تانيه. والقتال وقتها اول ما بيرجع بطلنا بيستمر بشراسه مره تانيه. القائد الكوري كان واقف يتفرج على الجيش بتاعه، عارف ان الوضع خارج السيطره ومش عارف يعمل لهم اي حاجه لان جيشه بيخسر، وما كانش قدامه اي فرصه وقتها غير انه يختار الهرب. بطلنا تشاو قدر يلاحظ ان هو بيهرب وقتها، وراح علشان يلحقه. بالفعل كان اسرع منه وقدر يمسكه. بيدخل في معركه معاه لحد ما بيقدر بالفعل ان هو يقتله. ساعتها قطع راسه قدام الجنود كلها بلا رحمه، وساعتها مسك راسه ورفعها في وسط الناس كلها في ساحه المعركه، واقف بكل شموخ معلنا النصر للجيش بتاعه. واول ما الجنود الكوريين بيشوفوا القائد بتاعهم ودماغه مقطوعه كده بيكونوا خايفين ومرعوبين جدا، وقتها بيكونوا مدركين ان هم مش هيقدروا يكملوا قدام بطلنا، لان المعركه صعبه جدا ومش زي ما هم فاكرين، وقرروا وقتها ان هم يستسلموا بالفعل. وساعتها الوضع كان واضح والهزيمه كانت كامله، وجنود جيش الملك تشين بداوا يهتفوا باسم بطلنا تشاو، واللي هو اقوى واحد في المعركه كلها، واللي كان يعتبر السبب الرئيسي في فوزهم الكبير اللي هم حققوه. وتشاو وقتها بجدارته وقوته واثبت ان هو مش مجرد شخص عادي كده وخلاص، بل شخص قادر ان هو يقود المعارك ويصنع فرق حقيقي في الحرب. وبعد المعركه الكبيره اللي حصلت دي كل الجنود كانوا معجبين جدا ببطلنا تشاو وشجاعته، والاعجاب ده ما كانش مجرد كلام وخلاص، لان النظام بتاع بطلنا تشاو استجاب للي حصل ده واداله مكافاه كبيره وضخمه. القوه بتاعته زادت بشكل ملحوظ، والقوه بتاعته اتعالت بسرعه رهيبه. ومش بس كده، ده الجنرال دو كمان وقتها قرر ان هو يراقيه بسبب ادائه المبهر في المعركه. ولكن بطلنا تشاو زي ما احنا عارفين ما بيقتنعش بالحاجه اللي هو بيكسبها وخلاص. وبعد الترقيه والقوه الكبيره اللي حصل عليها دي، بعدها على طول بدا ان هو يتدرب علشان يزود قوته اكتر، وكان عنده طموح كبير جدا وقتها، وكان بيتدرب باصرار علشان عايز يوصل لمستويات اعلى واعلى، لان بالنسبه له القوه اللي موجوده عنده دي كلها كانت مجرد البدايه من الرحله اللي هو كان بيحلم بيها، وكان مستني وقتها الفرصه اللي تثبت ان هو يستحق اكتر واكتر من اللي هو حصل عليه. واثناء ما تشاو كان بيتدرب في نفس الوقت ده، الجنرال دو كان مشغول مع باقي الجنود هناك، لحد ما وقتها وصل له خطاب جديد، والخطاب كان بيتكلم على النتائج الساحقه اللي هم حققوها مع الجيش الكوري. والرساله كانت بتقول وقتها ان جيش الملك تشين قدر يهزم الجيش الكوري ولكن بخسائر بسيطه جدا، ووقتها استولوا على كميه كبيره جدا من اموالهم وممتلكاتهم وخلصوا كل حاجه عندهم. الجنرال كان مصدوم وقتها من السرعه الرهيبه اللي الجيش بتاع الملك قدر فيها يخلص المهمه، ولكن الصدمه الاكبر بالنسبه له لما قرأ وقتها في الخطاب ان بطلنا تشاو لوحده قدر يهزم 106 جندي كوري. الرقم ده كان كبير جدا وغير طبيعي لاي حد في المعسكر، وكان بيؤكد وقتها ان بطلنا تشاو مش مجرد جندي عادي، بل جندي لا يقهر، بل بطلنا تشاو قدره استثنائيه قادره تقلب موازين اي معركه. وبس لحد هنا يا اساطير تكون حلقه النهارده خلاص خلصت. تفتكروا بقى بطلنا تشاو هيعمل ايه بعد كده، وهل هيحقق النصر اللي هو عايزه واللي بيحلم بيه ولا لا؟ اكيد في احداث كتيره مستخبيه لنا، ولسه في ناس هتكتشف وهيترقى اكتر واكتر. فعلشان تتابع معانا باقي الحكايه انزل اعمل لايك وكومنت حلو زيك كده وسبسكرايب في القناه. وفي النهايه عايز اقول لك صلى على النبي، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.